طيب، الموضوع متقسم لأكتر من جزء. أول حاجة الفكرة والفعل ورد الفعل. الفكرة هي الشهوة اللي ممكن تكون جوه كل إنسان، وماشي الحال تمام، فكرة وجت في دماغي. الحاجة التانية هو إنه أحول هذه الفكرة لفعل، إن أنا عايز أقرب منك أو عايز التجاوزات دي أيا كان. والحاجة التالتة هي رد الفعل، رد الفعل بتاعك إن أنا رفضت ده، ثم رد الفعل بتاعه هو إنه سمى ده إن أنت كده ما بتحبنيش. والحقيقة إن دي مش طريقة صحية للتعامل، لإنه أنتِ ممكن تلعبي نفس اللعبة. طب أنت كمان ما بتحبنيش، يا إما ما بتحبنيش عشان أنت أصلًا عملت كده، يا إما ما بتحبنيش عشان أنت ما بتحترمش إن أنا باعمل كده، فدي لعبة بنسميها abuse، يعني نقعد نلعب بقى على بعض اللعبة ده، وده ما انصحش بيه ومش لعبة جيدة. ولكن الحقيقة إن إحنا نقف نتكلم بصدق، هو أنت ليه عملت كده أو أنت ليه عايز ده؟ هيقول لك عشان، مش هيقول لك شهوة ولا حاجة، هيقول لك عشان باحبك، ماشي يا سيدي. طيب وأنتِ ليه رفضتيه؟ أنتِ عندِك إجابة قوية في الأغلب. أنا رفضت، يا إما هتلاقي نفسِك بتقولي عشان حرام وده ما يرضيش ربنا، يا اما رفضت عشان قيمي وعشان اهلي وعشان ابويا اللي انت جيت طلبتني منه والكلام ده. فانت عندك اجابه هي ملهاش علاقه بقى بتحبنا ولا ما بتحبنيش. فانا رافضه ده عشان واحد اتنين تلاته. طيب هيقول لك اصله الحديد بقى لان والحجر لان والحاجات اللطيفه دي. بكل صدق وحزم تتكلمي معاه انه اوكي، انا مش رافضاك ومش رافضه ده، احنا هنتجوز وكل حاجه ما بيننا تبقى مباحه وزي الفل، بس انت لازم تحترم انه ما ينفعش في الفتره دي، او ان انا مش قابله بده. حتة إنه الفكرة كلها مش في أي حاجة، في فكرة احترام رد فعلي، وإن أنت بتسمي ده بتضغط عليا بفكرة إن تقول لي أنت ما بتحبنيش. فأعتقد إن الحزم والحسم في الحتة دي نتكلم معاه بكل وضوح، أوضح له ده وأشوف هيحترمه ولا هيتصرف معاه إزاي.